تشوفون هذا السيد اللي بالصورة، هذا السيد محمد رضا الحسيني الشيرازي رحمة الله على روحه الطاهرة. هذا السيد شلون انقتل؟ طبعا قتله كان مدبر، يعني القضية دبروها قبل لا يقتلونه. نقلا هذه المعلومات طبعا نقلا عن أهله، أقاربه، المقربين إلى إخوانه، هاي المعلومات ينقلونها. السيد طبعا انقتل يوم الأحد الفجر، وطبعا طفوا الكهرباء بالمنطقة قبل لا يقتلونه. يعني أهله وقرايبه الموجودين بالمنطقة يقولون يعني عادة يعني ما تطفي الكهرباء يعني العصر، يعني مرات يطفون العصر، أما بالفجر يطفون الكهرباء. هاي يعني شلون نقول شيء يعني غير ممكن أنه تطفى الكهرباء الفجر. وصادفت يعني مقتل السيد محمد رضا الحسيني الشيرازي، إذا أكو شيء يعني مدبرينه. فالسيد محمد رضا الحسيني الشيرازي كان موجود يعني بالمطبخ، فأكو يعني جلاوزة أو أكو مجموعة طافرين السطح، فكاسرين الجام مال الباب مال السطح وفاتحين الباب من فوق وداخلين على السيد، فكاظين السيد هذول المجموعة. طبعا أنا ما أقدر أطرح الصور شلون معذبينه وكذا، روحوا بحثوا بالجوجل يعني شلون السيد معذب. شوفون يعني وجهه كله دم، يعني طاقينه منا اكو شلون الحروق يعني برقبته والجهه اليمنى. روح شوفوا هالصور. فحسب يعني الادله الجنائيه انهم مستخدمين وياه العصا الكهربائيه، لان هاي العصا الكهربائيه ضاربين بها يعني شلون من جهه يعني راسه. فهاي العصا الكهربائيه يعني من تضرب بها لمده 4 دقائق تقريبا 28 ثانيه. إذا تضرب بها هاي الجهات الأربعة، واحدة من عندهن جهة الرأس والرقبة، إذا تضرب هنا بالعصا الكهربائية يعني يصير عندك شلون توقف بالدم، يصير عندك يعني جلطة قلبية. فمن تضرب بها هاي العصا الكهربائية يصير المكان يصير أحمر، فورا تقريبا ساعتين يصير المكان أزرق. فهاي لقوها على السيد، يعني أول ما لقوه يعني السيد لقوا هاي الجهة كلها حمراء، بعدين يعني ورا تقريبا ساعتين صارت زرقاء هاي الأماكن. فبالتقرير من يريد يطلع جلطة قلبية مو احتدام الشخص، هيك يعني كانت فكرتهم. فبعدين السادة يعني إخوانه وأهله لقوا السيد يعني مقتول، فأخذوه إلى المستشفى في إيران، وهناك استخدموا وياه يعني هاي الصعقة الكهربائية ما فات. فبعدين الطبيب قال هذا يعني ميت، السيد ميت. فبعدين أهله سألوا يعني الطبيب، قالوا له طبيبنا شنو سبب الوفاة؟ يعني قال لهم يعني جلطة قلبية عنده. اكو اطباء غيرهم قالوا لا هذا باثر السم يعني مقتول السيد. طبعا من انواع السم يعني سم الزرنيخ، هذا سم الزرنيخ يعني تعرفون لا بيلون لا رائحه لا طعم. فلقوا جسمه يعني منا ومنا ازرق، من هاي الجهتين يعني زرق، هذا اثر السم يعني هذا منا كلها زرقاء. فهاي اثر يعني السم والصعقه الكهربائيه يعني حسب الادله الجنائيه. وطبعا المستشفى ما صدروا له يعني شهاده وفاه للسيد، يعني رغم انه المستشفى ممنوع واحد يطلع يعني ميت ما يصدروا له شهادة وفاة، أما السيد ما صدروا له شهادة وفاة. فبعدين تقريبا ورا نص ساعة أهله أخذوه يعني إلى المغتسل، مغتسل البقيع يعني فيكم موجود هذا، فأخذوه. فتقريبا يعني فترة وإجت سيارتين طبقت بالمغتسل، فقالوا لهم إحنا يعني الشرطة يعني السرية أو الاطلاعات السرية يسمونه أو البوليس السري يسمونه. فحجزوا يعني جسد السيد بالمغتسل وطلعوا كل أهله وأقاربه وسدوا يعني المغتسل كله سدوا. فيعني قرايبه وكانوا موجود يقول شفناهم يعني قاعد يزرقون له إبرة، ما نعرف قاعد يسحبون من عنده دم أو قاعد يخلون له شيء، وتقريبا يعني طولوا هواي يعني بالمغتسل. فأهله احترضوا يعني ورا هاي الفترة احترضوا، قالوا لهم اعطونا يعني الجنازة نريد السيد. فقالوا له احنا مو بيدنا يعني تروحون للوقف الشيعي، روحوا راجعوا احنا الامر من الوقف الشيعي. فاهله راحوا للوقف الشيعي، الوقف الشيعي تبرر قال لهم احنا ما عندنا هيك شيء، لا صادرين بيان ولا اي شيء، هذا كله كذب. والوقف الشيعي حمل المسؤوليه للاطلاعات السريه او مثلا يسمونهم الشرطه السريه. والادله الجنائيه يعني يقولون انهم مستخدمين وياه السم، مثل والده ايضا كان بالمستشفى اجوا زرقوا له ابره كتلوه، ايضا نوع من انواع السم زرقوا له ومات السيد المرجع محمد الشيرازي رحمة الله على روحه الطاهرة. فقتله كان يعني بيج جهات يعني مختصة، جهات يعني شلون نقول احنا متأذين من هذا الشخص، ولا شلون يقتلونه هذا السيد يعني البريء اللي كله أخلاق وتسامح وعفو يعني وابتسامة. يعني ما معقولة إلى أعداء، ولكن أكو أعداء إلى يعني من جهة مختصة، من جهة متأذية من عده أو من حكيه.
لأن تعرفون السيد يعني كان يحكي مثلا على ولاية الفقيه ما يقبل بيها. مثلا أيضا يوم يعني إلى حلقات يعني تكلم بها أيضا عن عائشة مثلا. السيد يعني يوم الأربعاء من جابوه بكربلاء أيضا بدلوا يعني الشفن ماله، لأن شافوا الشفن من جهة الرأس كله يعني متلف دم، فبدلوا يوم الأربعاء ودفنوه يعني في الإمام الحسين عليه السلام، يعني قريب من الإمام الحسين عليه السلام دفنوه السيد. موجودة غرفة السيد الشيرازي، موجود قبره يم سيد جاسم الطويرجاوي، وصفه يصير يعني جد المرجع. فهذه يعني قصة يعني مقتل السيد باختصار.